تخيل إنك قاعد بتشرب قهوتك ومطبق لليوم التاني على التوالي ومبسوط إنك بتنجز حاجات كتير، بس اللي انت ما بتحسش بيه إنك بتدفع تمن غالي جدا من رصيد مخك. قلة النوم مش مجرد إرهاق عادي أو هالات سودة بتظهر تحت عينك، دي حالة طوارئ بتعلنها كل خلية جوه دماغك. العلماء بيقولوا إن السهر بيعمل اختراق صامت لجهازك العصبي، كأنه فيروس بياكل في الهارد ديسك بتاعك بالبطيء. انت بتفتكر إنك كسبت كام ساعة زيادة، بس الحقيقة إنك بتدمر أهم فلتر في جسمك. سيب القهوة تبرد وركز معايا في دهشة وحياة، عشان حلقتنا النهاردة هتصدمك وتغير نظرتك للنوم للأبد. طول ما انت صاحي وعينك مفتوحة، مخك شغال زي موتور العربية اللي ما بيفصلش. التفكير والضغط ومسكة الموبايل طول اليوم بتخلي الخلايا تطلع مواتج حرق وعوادم كيميائية سامة. السموم دي بتتراكم جوه مخك زي التراب اللي بيسد فلتر التكييف. فجأة تلاقي نفسك مش مجمع ومتشتت، وبتبذل مجهود خرافي عشان تفهم أبسط الحاجات اللي بتتقال ليك. انت بتعتقد انك محتاج كافيين، بس الطب بيقول ان مخك مخنوق حرفيا تحت جبل من النفايات دي. لسه مصمم تسهر وتكتم انذار الخطر اللي بيضرب جوه دماغك؟ الموضوع اكبر من شوية ارهاق، دي ازمة حقيقية بتدبر كل دقيقة. تيجي تحاول تركز في شغلك، تلاقي نفسك بتنسى كأن مخك اتمسح تماما. العوادم والسموم اللي اتراكمت دي بتعمل بلوك للمسارات العصبية. الإشارات اللي المفروض تمشي بسرعة البرق بين الخلايا بتبدأ تمشي ببطء شديد، كأنها ماشية في زحمة مرور خانقة. المعلومة بتدخل وتتبخر في ثواني وما بتحسش بيها. انت مش غبي ولا قدراتك قلت، انت حرفيا بتعمل تشويش على الهارد ديسك بتاعك. كل ساعة سهر بتقطع سلك تركيز جوه دماغك، والسهر شغال زي لص خفي بيسرق ذكائك وذاكرتك بالبطيء. لما تحس انك مش انت، اعرف ان مخك اتعرض لضغط كيميائي رهيب. ولما المخ بيوصل لقمة الاختناق بيبدأ يدافع عن نفسه بطريقة مرعبة اسمها المايكرو سليب أو النوم اللحظي. تلاقي نفسك فصلت ثواني وانت فاتح عينك، كأن حد شال الفيشة وركبها تاني. دي مش مجرد سرحان أو إنك مستريح، دي غيبوبة صغيرة المخ بيجبرك عليها عشان ينقذ نفسه من الانهيار. لو انت سايق أو بتعمل حاجة خطيرة، الثواني دي ممكن تكلفك حياتك. جسمك بيصرخ وبيضرب انذار طوارئ، وانت مصمم تكتم الصوت وتكمل سهر. ما عندكش تفسير للي بيحصل، بس الحقيقة ان مخك بيقفل التطبيقات بالعافية عشان المعالج سخن جدا. لكن أول ما بتستسلم وتنام بتحصل المعجزة اللي هتلحس عقلك، وحاجة مستحيل تتخيلها. بمجرد ما بتسقط في النوم العميق، خلايا مخك حرفياً بتكش وتصغر في الحجم بنسبة بتوصل ل60%. ليه بيحصل كده؟ عشان تفتح مسارات واسعة بين الخلايا وتجهز لعملية تنظيف مذهلة. المخ بيعمل إخلاء للمكان عشان يسمح لفرقة الإنقاذ إنها تتدخل. دي هندسة إلهية بتشتغل جوه دماغك كل ليلة وانت نايم وما بتحسش بأي حاجة. الخلايا بتهدأ وبتتراجع، كأنها بتوسع الطريق لسر عظيم هيحصل دلوقتي وهينقذ حياتك. وهنا بيبدأ مشهد من الخيال العلمي المدهش. سائل نقي جدا ومضيء اسمه السائل النخاعي بيندفع بقوة زي الشلال جوه المسارات اللي اتفتحت دي. السائل ده بيشتغل كأنه غسالة مخ طبيعية، بتغسل كل السموم والعوادم والبروتينات الضارة اللي اتراكمت طول اليوم وبتطردها بره المخ تماما. الشلال ده بينظف كل ركن في دماغك وبيرجع الخلايا تلمع من تاني. النوم هو الوقت الوحيد اللي مخك بيقدر ياخد فيه الدش ده وينظف نفسه. لو ما حصلش الغسيل ده، السموم دي هتفضل موجودة وتدمرك بالبطيء. عشان كده لما بتاخد كفايتك من النوم، بتصحى الصبح فايق ومزاجك رايق، وكأنك عملت فورمات وريستارت لجهازك. المسارات العصبية بقت نظيفة والكهرباء بتمشي فيها بسرعة الصاروخ. لكن لما بتسهر، انت بتمنع غسالة المخ دي انها تشتغل. بتصحى الصبح دماغك لسه مليانة زبالة كيميائية، فبتبقى عصبي ومكتئب ومش طايق حد يكلمك. قلة النوم بتدمر هرمونات السعادة وبتطفي طاقتك وبتسيبك حرفياً عايش في سحابة سودة طول اليوم. انت بتحرم نفسك من أعظم عملية صيانة مجانية بتحصل لجسمك كل ليلة وبتعجز خلاياك بدري. احنا كده قدام دايرة إرهاق مغلقة بتبدأ بالليل وتنتهي الصبح. بتسهر كتير وتصحى تعبان ومصدع، فتقرر تضرب قهوة ومشروبات طاقة عشان تفوق. الكافيين بيعلي هرمون التوتر وبيخليك مش عارف تنام بالليل،
فتسهر تاني. الدايرة دي بتخلق شخصية عصبية ومشتتة وأكبر في السن من عمرها الحقيقي. العلماء بيأكدوا إن تراكم سموم المخ بسبب قلة النوم هو أقصر طريق لأمراض الذاكرة والزهايمر لما نكبر. إحنا مش بنخوفك، إحنا بنكشف لك الحقيقة اللي جسمك بيحاول يوصلها لك. الغسالة بتطلب تشتغل وإنت اللي قطع عنها الكهرباء. طب إيه الحل عشان نكسر الدايرة دي وننقذ خلايانا؟ طوق النجاة بيبدأ من حاجة بسيطة جدا، وهي احترام ميعاد النوم بصرامة. هيئ أوضتك إنها تكون ضلمة تماما وباردة شوية عشان المخ يدي إشارة الاسترخاء العميقة. ابعد عن الموبايل والشاشات قبل النوم بساعة، لأن الضوء الأزرق بيخدع المخ وبيقفل حنفية هرمون النوم تماما. استبدل التصفح بقراية أو أي حاجة هادية. ادي لمخك فرصة يطفي الموتور ويدخل في وضع الصيانة براحته. في أيام قليلة من تظبيط نومك هتشوف نسخة مختلفة من نفسك، أهدى وأذكى وتركيزك أعلى ومزاجك مستريح طول الوقت بشكل واضح. لما بتنام بدري وبتاخد كفايتك، انت مش بتضيع وقت، انت بتحمي عقلك وبتشتري صحتك ومستقبلك. احترم طبيعة جسمك وادي لنفسك فرصة تعيش التغيير المذهل اللي هيحصل في حياتك وتفكيرك. الوعي هو أول خطوة في العلاج، ومسؤوليتنا ننشر المعرفة دي لكل موبايل. لو حلقة النهاردة صدمتك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل مدهش، وشاركنا في التعليقات بتسهر لحد الساعة كام، وإيه أكتر حاجة بتطير النوم من عينك. هستنى أقرأ حكاياتكم وأرد عليها بنفسي. أشوفكم الحلقة الجاية من دهشة وحياة عشان نكشف سر جديد.